القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني إذا ما رتلت آية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صبركم أحوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى سورة القدر، وهي مكية. أما كاز وردت سورة ركب على مستا زحالف السورة مخنياته بمزعبة أنت أخذ الزارب الساون بزعبة وحي وكا نايتي نزول القرآن. الله سبحانه وتعالى قداميت سورة معاسك تي الجمامرة قرآن بينيت آية بخماي قال كبز جمر نجرنا أزي أخا أبيناي معلت خمسة بريز معلت زخ أخصع كندي كبور لؤلن كم مخانو الله سبحانه وتعالى ينقرنا. فسورة القدر العلماء فسروه بمعنيين: القدر بمعنى التقدير لو مالتيو، وهو أن الله سبحانه وتعالى زاليت زئة يقدر فيها ما يكون في السنة نعمة تقدير قبل الله. ويكا القدر بمعنى العظمة، بأنها ليلة عظيمة، ليلة القدر أي ليلة العظمة، كبرت زخونة ليتي مالتيو. فالسورة بزعبة أنت أعتزار بزعبة نزول القرآن، قرآن زورد له معلتي مع ليتي أيني معلت خمس نبرة زمعلت كبور معلت خم مخانو نبينو فليز بلي كبرن فليز بلي أوانكم مخانو التبر سورة إيه. إن شاء الله تعالى مجمري أنا قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه المقصد نبي من لساله مالتيو الله سبحانه وتعالى ما ذكر الآن تايت ورده، لكن هو في النهاية أنزلناه أي أنزلنا هذا القرآن. إنا أنزلناه أي أنزلنا هذا القرآن. ذو قرآن زي الله سبحانه وتعالى مع سوريدنا يبل ليلة القدر، وهذه الليلة الله سبحانه وتعالى بكالة آية وانتهى قريس وعمالت بأنها ليلة مباركة. قال في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر
حكيم قالوا فيها يفرق كل أمر حكيم كابزوسيدهم بمعنى القدر معنى أي يقدر الله سبحانه وتعالى أعمال السنة إلى مالتهم فذا معلت زي أخا ليلة القدر متى تكون معاسيها تخون تا قرآن زورد الله ليتها نعم لكن أبينا ورحيها أب رمضان كما قرنا فريضة أب رمضان كم مخانا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في إن ليلة القدر أبزي حجي أب رمضان كم مخانا يتقسان يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن بورحي تتقيسي ورعينا ورحى خمس ورد إذن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في شهر رمضان أنزل القرآن وأنزل في ليلة القدر لناماته إذن لابد أن تكون هذه الليلة متى مع تكون اللوانة جدا أب رمضان تكون اللوانة مالته لذلك لا يوجد ليلة القدر إلا في رمضان فلا شعبان ولا غيره لأن الله سبحانه وتعالى ليلة القدر أب شهر رمضان ويكا قرآن أب شهر رمضان كم زورده أب ليلة القدر فإذا ليلة القدر هي في رمضان مالته طيب هل القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى مالته الله سبحانه وتعالى والمعلوم أن القرآن كان نزل منجم بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم إسران سلسة عمد إذا قرآن ورد نيرو مالتي قريب مكة كل خبز رأني حج ذا سرازي أب مكة ذا سرازي أب مدينة بالنير راماتي طيب كيف كم قرنا إن أنزلنا والله سبحانه وتعالى في ليلة القدر لنابزي ترى أبحان تليتي وريدوا لنا خميجروا ويكاتب علماء خميجروا فسروا العلماء بتفسيرين قالوا إن أنزلناه في ليلة القدر تكون أي ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر تام جمر يا زورة الله القرآن ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تاني رمالته أب ليلة القدر بمعنى هذا واحد الثاني انتهوا أي أن الله سبحانه وتعالى أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر ثم نزل منجما يعني الله سبحانه وتعالى خاب لوح المحفوظ نفتي بيت العزة زبها البوتا أبتي كربا زلو سماي نابو بحنسا أما حلال وخاء بجبريل كمتي أوانون بب جزيئون جبريل ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيزو يور النيرو مالتي فبزي فسروا مع علماء مالتي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك قالوا هذا وما أدراك خمس خلق غالبا القرآن تاي مالتي هذا دليل على عظمة القرآن زي معالتي زي كبور معالتي كم مخانو عبي معالتي خم مخانو فلينت زلو معالتي خم مخانو زري وما أدراك أنت فلتك أنت تفلت بزاعة باز معالتي زي فالله سبحانه وتعالى فسر بعد ذلك من عظمة هذه الليلة كبرنا إذا معالتي زي نايزا ليتي زي زر انت له أنها خير من 1000 شهر خير ليلة القدر خير من 1000 شهر والله سبحانه وتعالى ما قال مثل 1000 شهر بل هي أخير وأفضل وال1000 شهر شح ورحي خندق عامتاتي 3 عامة 4 ورحن تقريبا ومتات مالتي فزا حنت معالتي حتى ليت زياء أبزا ليت زياء تقبرو سناي تكبر عبادة كند من تاخذ لك مالتي كأنك عبدت الله سبحانه وتعالى 83 عامة نقويتان الله سبحانه وتعالى خمت جزاء كايم كم زملخ كايم كوينو يغوصر الكمالتي لكن سبحان الله زال يتزياء من يزوفق مع أن الله سبحانه وتعالى كم زجيرونا له مالتي لكن توفيق من عند الله سبحانه وتعالى كل جزء كم قال لك يا افتح 10 الأواخر قولون كله كرميل ناي ما دولو بشكوت تزولو كداوم تزولو خطبل أبو يحلف كمالتي لكن الله سبحانه وتعالى بلغك نجيل كاي زامع التزياء هي أعظم الليالي تزبلت خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة هذه الليلة فليز بلت ليتها ببزح دما ملائكة زوردوا أي تنزل الملائكة يكثر فيها نزول الملائكة حتى بعض العلماء قال ليلة القدر بماذا فسروها وقدرنا بمعنى ضيقنا تقدير أي ضيق يعني من معنى اللغة العربية تضيق له مالته قالوا تضيق الأرض
بكثرة الملائكة بالملائكة، ففسروها بمعنى أنها ليلة تضيق فيه الأرض، سميت القدر لأنها تضيق فيها الأرض بالملائكة. فالله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة في هذه الليلة ببزح مالتيو. طبعا نزول الملائكة من تايو زيادة البركة، بركة بزح مالتيو، والملائكة تنزل طبعا والروح معهم، والروح المقصود فيه الجبريل، فتتنزل الرحمة وينزل البركة كلها. طبعا تتنزل طبعا الملائكة عند تلاوة القرآن، تحف مجالس العلم وكذا. لكن بفلاي زي مع التزيئة زالي تزيئة خاء أنت يدخل مالتيو ببزحي تبركة بزح الله سلازخونه بركة حيزهم زم ملائكة زيهم يوردوا. فهل لك في هذه البركة في هذه الليلة زخل بركة أنه ورد خلص نفسها أي تحرم يجب لك هذا الله الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام إن شاء الله دهراء أذان من الله بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم مالت الله سبحانه وتعالى بفقادوا بتي الله سبحانه وتعالى ذهبهم تأزازات يوردوا مالت يونعوا حيزهم من كل أمر ببعينته تأزازات حيزهم يوردوا مالت. وقيل بعد التفسير الآخر تنزل الملائكة بإذن ربهم كل أمر، قال من كل أمر أي سلام هي. ربط العلماء بعضهم أن من كل أمر من بين تأثير ومالته مستا بظهريات نزل الآية أي سلام هي من كل أمر، أي زامع التزيئة هذه الليلة كل أبقى زورد خير زملؤه ترائيه سلام زملؤه الله سبحانه وتعالى خير يقدر الله، فهي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. زخون يقول حما نقر زي قبل الله ياس نخير زلوا معلتي وكان خير ليتي إياه إلى مفسر ومالتي. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا أن هذه الليلة زالي تزيئة الله سبحانه وتعالى يقول هي سلام إلى متى؟ إلى مطلع الفجر كساع وان فجري كساع برهان لاي فجر زخول مات سلازي تليت معاسي خجمر مالتيو دحري معراب جميلو صحاي دعا مس عاربت ليت زآتيو كساع فجري إذا أوان زيوتي ناي أوان ليلة القدر مالتيو سلازي أبز أوان زي عبادة ختبزح لك
ناب قويتان الله سبحانه وتعالى توجه لك تسجد كوينو دعاء تقبر مالتيو لأن هنا تتنزل الملائكة ناي ملائكة تازور دلو ملائكة الرحمة زول دلو سلزخونة إذا خير زي كحلفك يبلون فهي خير كلها لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها سلام هي سلام خير كلها ليس فيها شر سلازي كابز خير زم أنت توسد كابز خير زم أنت كتدرب الله سبحانه وتعالى يطوع كماتيو وعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر انت لقى كسجد عبادة انت لقى أحلفها انتهي زبها الدعاء زبلت دعاء يا رسول الله انتهي تبلني إلى مسحتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني زادوا عزياء قبري لهم النبي صلى الله عليه وسلم فزبلت الدعاء حصر دعاء ليس دعاء بطوله سبحان الله شوفوا يعني مع انه ليله القدر يعني نوحها بزح دعاء قبرات خيرها لكن النبي صلى الله عليه وسلم عائشه مسحتهم نوح دعاءها لكن اعطوها دعاء جامع كل زملماته فقولي هذا الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني بدي لهم تقسمنا وليلة القدر كلها أنا قبل نفلت كم زبلنا برمضان لكن العلماء اختلفوا والخلاف قديم معاسها قيل في العشر الأواخر تنعسرت معالت متشرش هذا اللو وقيل في الوتر فتن ويتر مالتي قبل عسران حادن عسران سلسان عسران حمشتن عسران شوعتن عسران تشعتن إلهم مالتي وأرجى ما يكون فيها برضو قالوا إنها 27 وهذا رأي أبي بن كعب أبو المنذر قال إنها ليلة 27 حتى في الصحابة زور له مالتهم وقال بعض العلماء أنها إيش متنقلة مالتي ليتي بلا لكن في العشر الأواخر تكاير إلى مالتهم طبعا لكن وبعض العلماء ردوا عليهم تكاير طبعا الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر فأنزل الله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة ما أنزله في ليلة متنقلة فعلى كل الإنسان تقبر له مالته يجتهد أفتن عسرت مع الثلاثة الأواخر زلوا انت حامق أفتن ويتر انت غون زي كوين الماني أفتن مجرشة تنحمشتة سلسته أب كله على كل حال يحاول رب خوفكم أنت ذلك تزيئة بغليك تحلف يا بالله بزكاء له متن حدا عينة عبادة كي قبر الله كحلفها يبلون أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني إذا ما رتلت